يفضل السؤال: هل كانت اللغة المصرية القديمة متاهة؟ هيروغليفية حاجة صعبة جدا، محدش عارف يفهم فيها راسه من رجليه. ما كانتش كده. المصري القديم كان كاتب الرموز بتاعته بطريقة بسيطة جدا عشان أي حد يشوفها يقراها. يعني مثلا لما عمل علامة النسر، كتب النسر. هو النسر ده اللي قرأ اسم الإسكندر، وهو النسر ده نفسه اللي قرأ اسم مدينة اسمها دندرة. في وجود لغة وأبجدية جديدة يعد اكتشاف رائع. الأبجدية ديت هي اللي قرأت اسكندر، وهي اللي قرأت دندرة، وهي اللي هتقرأ مئات الكلمات بعد كده. اللغة ما كانتش متاهة وما كانتش طلاسم، وكانت بسيطة جدا، وكان الكاتب المصري القديم بياخد ايدينا عشان يعرفنا هو بيقول ايه. يعني لو رسم مخصص مثلا لمركب، هو بيقول لنا خليكم عارفين ان احنا في اتجاه النيل او اتجاه المراكبي او اتجاه الربان بتاع المركب، كان اسمه ربان فعلا. واحنا بالابجديه اللي احنا وضعناها بنحاول اختبارها وبنعرضها على حضراتكم، بنشوفها هل هي متسقه مع جميع النصوص، مع اسماء البلاد، مع اسماء الملوك، مع اسماء البطالمه، مع المفردات نفسها اللي داخل المعجم كامل. وده اللي هنعرضه بداية من يوم الاثنين القادم، يعني ممكن يكون بكرة إن شاء الله.